رسمت وانت صغير قبل كده علم مصر وعليه النسر الذهبي؟ غلط. اللي عليه دوت مش نسر، ده العقاب. للأسف دايما بيحصل خلط ما بين العقاب والنسر، بالرغم انهم مخلوقين مش شبه بعض اساسا. لما نيجي نتكلم عن النسر فاحنا بنتكلم عن طائر مش بيصطاد ومقضيها اكل جثث حيوانات، وبالرغم من أهمية دوره في البيئة إلا إنه مش الحيوان اللي أنت تدور عليه علشان تتخذه رمز للقوة. لكن بقى لما نتكلم عن العقاب فاحنا بنتكلم عن طائر مسيطر على الجو حرفيا. بعض العقبات قوية لدرجة إنها ممكن تصطاد خنزير، غزالة، قرد أو حتى كسلان. وبعض العقبان التانية اللي زي العقاب المخادع، وبالمناسبة أنا عملت لكم شورتس عنه قبل كده، مخالبه طويلة لدرجة إنها أطول من مخالب الدب الرمان. العجيب بقى إنه طبقا للقانون اللي أصدره مجلس الشعب المصري سنة 1984 واللي صدق عليه رئيس جمهورية مصر العربية، إن العلم المصري عليه نسر، لكن الحقيقة اللي بيزين علم مصر هو العقاب الذهبي والمعروف باسم عقاب صلاح الدين. وده لأن صلاح الدين أثناء فترة حكمه لمصر